حبايبي، الميه غلت اهي. احط شويه ملح، ماشي، واقوم جايبه. خلي بالك انا بص كده احنا سايبين مسافه في الحله عشان نعمل حساب ايه المكرونه لما تتحط. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص، اقلب بقى المكرونه يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك لازم النار تكون عاليه. تمام. معلش بس نقطة، يمكن حد يقول هو في حد بيعمل كده. والله يعني احنا ما نعرفش تفكير البنانيت الصغنطوطة. يعني مثلا بكلم البنات اللي هم أول مرة يقفوا في المطبخ، الشابات. في بنات اللي هم مثلا لسه في ثانوي عام، في إعدادي، عايزين يعملوا مكرونة. محدش بس يفكر ان هو يغسل المكرونة زي الرز، لان دي مصنوعة من الدقيق والنشا. مجرد ما تتعرض للمية بتقوم بايشة، وتيجي تحطيها في المية السخنة عجنت زي العجينة بالظبط. فعشان كده انا بكلم بناتي اللي في اعدادي وبناتي اللي في ثانوي، المكرونة ما بتتغسلش. احنا بنقص الاكياس، المية بتغلي، شوية ملح حلوين، ونقوم حاطينها ونبقى سايبين مسافة عشان غلو المكرونة. وطبعا كل مثلا دقيقة كده بس بنقلبها علشان تبقى ما تلزقش في بعضها وتبقى مفلفلة كده. هنقعد ربع ساعة بالظبط على النار تغلي. طيب، مية المكرونة اوعي تغطيها. مجرد ما هتغطيها المية هتغلي وتقوم فايرة ونزلت على البوتاجاز بوظت لك الدنيا. خلي الحلة مفتوحة كده اهوت وهي هتغلي. تمام يا حبايبي، بعد ربع ساعة هنشوف نعمل ايه. عليكم حبايبي الحلوين. احنا طبعا النهارده بنعمل مكرونه باسهل الطرق. انتوا شفتوا من قيمه شويه ملينا الحله ميه. طبعا سيبنا جزء علشان خاطر الغلو. ايدي اهي في المكرونه. بعد ربع ساعه بقوم شايله كده اهو وبمسكها اهي. اهي شوفوا، شايفين اهي. متنسيش ان احنا لسه هنعملها في الصلصه، ماشي، وهتكمل. حتى لو كان كده ما تخافيش، هتكمل سوية عشان تبقى مفلفله، ما تنزلهاش مستويه قوي. خلاص، انا هشيلها من على النار. طيب قبل ما اشيلها على النار في خطوه بس صغيره حبيت اعملها معاكم قبل ما انسى. ايه الخطوه الصغيره دي؟ احنا عايزين التسبيكه يبقى لها شمخه. قبل ما انا اصفيها باخد شويه، بصوا معايا كده، من ميه السلق بتاعه المكرونه. هركنها على جنب عشان احطها على الصلصه. ميه سلق المكرونه دي بتخلي الصلصه تقيله ولها شمخه. انا هشيل الحله اهوت واحطها، هصفي المكرونه. ولازم تتغسل يا جماعه كويس عشان ننزل النشا. تمام يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. شايفين يا حبايبي؟ طبعا لو في مكرونه لازقه كده في الحله اهي، باول كده اهو بايدك تشيليها او بالمعلقه. المهم ما تسيبيش حاجه جوه الحله، وتقومي ماسكاها بقى كده اهو. شايفين؟ بالراحه كده اهو، كده اهو، اهو تحت الحنفيه، والف كده اهو ايدي اهو. الحركه دي بنقلب المكرونه من تحت لفوق عشان ننزل النشا اللي فيها. مفيش، ده هي مش مكمله دقيقه يا حبايبي. خلاص، احنا النهارده بنعمل مكرونه لبناتنا الحلوين اللي اول مره يخش المطبخ بطريقه سهله. خلي بالكم المكرونه لها طرق كتيره جدا واطعمه كتيره، بس انا النهارده بعملها باسهل طريقه عشان بناتنا الامارات. ماشي بيبي. الصلصه ده طبعا كيسين المكرونه عليهم شفشق كبير بتاع الخلاط. كيسين المكرونه، هو اصلا للاسف الاكياس عادت قليله. يلا نشوف بقى ايه الحاجات اللي هتتحط على الصلصه. بصوا معايا، شويه ملح اهمت، وطبعا
بعد ما الصلصه تغلي هنبقى ايه نظبط الحوض. طيب ايه كمان؟ شويه فلفل اسمر. انا بحب الفلفل الاسمر الكتير عشان هو بينكهها بصراحه، انا بحبه. حبيبي بقى اللي بستغناش عنه ابدا في الصلصه الزعتر. يعني دي يعني مفيد جدا للمعده وللجسم والدوره الدمويه. طيب ايه كمان؟ بابريكا. ما نكترش من البابريكا اهو، ما نكترش منها. اهم حاجه بقى، اهم حاجه اللي هتعمل المعادله عشان الحموضه زي ما انا قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده، السكر مع الملح بيعملوا معادله علشان خاطر ما تعملش حموضه نهائي. طيب حاجه بقى اخيره، بنجيب معلقه صلصه كبيره عشان تحمر الطماطم. انت لو عندك مرقه دجاج تمام، حطي مرقه دجاج مفيش مشكله. خلاص. على فكرة عايزة أقول البنات الحلوين، اوعي تخافي من المطبخ. دايما خدي نصيحة كده حبيبتي، ابتدي بالحاجة السهلة، الطبخة السهلة، اللي ما فيهاش إجهاد. هتبتدي بالسهل هتخش على الصعب وانت مرتاحة. ماشي يا حبايبي، نشوف نعمل ايه بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي المكرونة بتحب الزيت طبعا. الحلة لو فيها مية اصبري عليها لما المية اللي فيها تنشف. ليه؟ عشان لو حطيت الزيت على المية ممكن يفرقع، تيجي في وشك تيجي في ايدك، واحنا مش عايزين حوادث. شوية زيت بس يكون نضيف. المكرونة بتحب الزيت عشان يخليها مفلفلة. طيب اسخن بس الزيت وبعد كده احط حته زبده، سمنه بلدي، اللي انت عايزاه. ما فيش لا زبده ولا سمنه بلدي، الزيت وخلاص. وانا قلت لك قبل كده توابلك، التوابل اللي احنا حطيناها دي بتنكه مع مرقه الدجاج. بس انا طبعا انا حاطه مرقه دجاج انا اللي عاملاها من عندي، وان شاء الله هبقى اوريكم ازاي بتتعمل. خلاص الزيت كده خلاص اهو، اقوم حاطه الزبده. عايزه اقول لكم على حاجه، اوعوا تحطوا الزبده الاول، الزبده او السمنه البلدي حط قبليها شويه زيت علشان ما تتحرقش وتمرر. تمام. طيب الزبده هتسيح اهو. احنا النهارده بنعمل المكرونه باسهل ما يمكن، ما فيهاش اي افتكاسات. حبايبي هحط بقى الصلصه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننساش يا حبايبي اهم حاجه شويه الكوبايه بتاعه ميه السلق ديت حلوه جدا جدا، تتسبك بقى مع الطماطم. ماشي. وخلي بالك هنقلب الطماطم اهو عشان كل حاجه تخش في بعضها مع التوابل. بصوا بقى، عندك ورق روله حطي ورق الروله، انا قلت لك جميل جدا جدا، حطي 3 ورقات 4 ورقات ما يهمكيش اهو. الورق اللورا بيحب الشوربه بيحب التسبيكات. سبحان الله ربنا خلق النباتات ديت فيها زيوت ولها فوائد كتيره للعظم وللدم وللقلب. فطبيخك حبيه، ما تخافيش من المطبخ ابدا، ما تقوليش ما بعرفش اطبخ. احنا دلوقتي بندور على الحاجات السهله. خلاص حبايبي بصوا الطماطم بدات تبطبط، يعني بدات تخش في الايه، في التسبيكه. انا هبتدي اهدي عليها النار شويه صغيرين لان انا كنت سايبه النار عليها عاليه. خلاص مادام بدات تخش في التقل بتاعها ابتدي اوطي عليها النار. طبعا في الوقت ده دوقيها وظبطي حدقك في الوقت ده اهو دوقيها بقى وظبطيها. عايزه ملح حط لها يا حبيبتي، مش عايزه ملح خلاص نستنى بقى اوريكي لما تتسبك ونحط المكرونه. ماشي يا حبايبي، شايفين الطماطم خلاص اهي. ماشي شايفينها يا حبيبي، وانا ظبطت الخلق بتاعها اهو حلوه قوي قوي كده. اقوم جايبه بقى المكرونه. ماشي. وانت بتحط المكرونه هدي النار خالص علشان الفرقعه بتاعت الطماطم ما تلسعش في ايدك وتعورك. وانت بتحط المكرونه
بالراحه. طبعا احنا علشان ستات بنقوم حاطين المكرونه مره واحده، بس عشان بناتنا الحلوين لاول مره بيخشوا المطبخ، ماشي، خدي بايدك كده اهو حبه بحبه وحطي، لان ممكن لو انت ما تمكنتيش وجيتي تحطها بالمصفى تقوم مدلوقه على البوتاجاز. انت تستعجلي ليه؟ على الاقل من مهلك، مطبخك وانت حره فيه، اعملي اللي انت عايزاه. المهم ان احنا ما نعملش اصابات لنا، ولا نخسر حاجه ولا نهدر حاجه. اهو خلاص، واقوم حاطه الباقي كده. اجيب بقى قماشه المطبخ، ماشي، وابتدي اقلب كويس. اهو المكرونه بتاعتنا، قلبي كويس جدا اهو، وتعملي كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبري على التقليب بتاع المكرونه، علشان دي تقليبه وما عدناش ايه اهو. بس يا ستي انا مهديه النار خالص خالص. تعملي ايه بس دقيقتين، سيبي النار ولع عليها دقيقتين، اوعي تزودي، خلاص، عشان تقطي بس دقيقتين، ما بقولك ما تزوديش. وبكده طماطمات المكرونه بتاعتنا خلصت. اتمنى يا رب ان يكون الفيديو حاس على اعجابكم يا حبايبي. ربنا يخليكم لامهاتكم، وامهاتكم تكونوا فخرا لها ان شاء الله. مع السلامه حبايبي. شفتوا المكرونه مفلفله ازاي وما هياش معجنه اهي؟ شفتوا؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هنغرفها بقى عشان خاطر الاكل. ماشي، شكرا يا حبايبي لكم. ارجو ان انتوا تحطوا لي اعجاب لمامتكم الكبيره او ستكم الكبيره. وحبايبي شكرا لكم، ربنا يخليكم لامهاتكم حبايبي. خلي ماما لكم. مع السلامه.